كتير مننا ما بيصدقش إنه ممكن يحصل. خطر بيخص بحرنا اللي بنحبه، البحر الأبيض المتوسط وكمان البحر الأحمر. يا صاحبي، في ناس كتير بتفضل متشبثة بفكرة إن ربك ستر، وإن غضب الطبيعة ده بعيد عننا، وإن البحر هادي ومستحيل يقلب وشه علينا، وإن الكلام ده كله مجرد تهويل. بس أنا أحب أقولك إن تسمعه دلوقتي هيخليك ترجع في كلامك تماما وتفكر 1000 مرة قبل ما تقول مستحيل. المطلوب منك تركز معانا كويس قوي، يمكن كلامنا ده يكون نجاة لبعض الناس، وممكن يكون بداية لتغيير أفكارك كلها عن في مصيبه وكارثه جايه في الساعات اللي جايه والناس ما تعرفش عنها حاجه لسه. الفتره الجايه دي هيحصل حاجه غريبه في البحر. ملينا بعض الرسائل بتقول لنا ان في حركه غريبه في الامواج وترددات الامواج اللي في بطن البحر غير في جذر جامد قوي، يعني في انحسار لخط الميه راجع ورا قوي. احنا شايفين هنا شمس فين والبحر هنا راجع قد ايه، شايفين هو راجع قد ايه. دي حاجه ما اعرفش برضه نطلع ولا لا. مبدئيا طبعا الحاجه الثانيه الغريبه مفيش هوا خالص، يعني على شط البحر مفيش هوا. الحاجه بقى الاغرب، أما بقى لو حصل انخفاض في الأرض بمقدار 100 متر، الأمواج ممكن توصل ل 45 متر ارتفاع، وهتوصل في خلال 3 دقايق بس. وأول ناس هتتأثر بشكل مباشر هتكون السواحل السعودية والمصرية، وخصوصا شرم الشيخ، وممكن الضرر يوصل لسينا